رواية عن الإمام الصادق. طبعا هم لا يفوتنا أن نذكر هنا أن أكثر الزيارات اللي واردة للحسين واردة عن الإمام الصادق، وقد أودع الإمام الصادق في الزيارات مضامين عالية جدا فيها معارف كثيرة، وفيها توجيه للشيعة في الموقف السياسي والموقف الفكري من الأوضاع السائدة. إذا يحصل بعض أهل الإيمان اللي يحبون الاطلاع على هذه الحقيقة فليمروا على الزيارات الواردة في الحسين، يقرؤونها قراءة تأمل وتعلم، شوفون ايش قد أكو بها معارف وعلوم وتوجيه فكري وسياسي مودع في هذه الزيارات. لاحظوا مثلا الآن هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا زرتم أبا عبد الله عليه السلام فالزموا الصمت. هاي فرد قضية هم أخلاقية، هم معرفية، هم لها تأثير تكويني على الزائر. الكلام الكثير واللغط والهرج والصخب اللي ينشغل به الناس هذا من أسباب بعدهم عن الله عز وجل. وفي الآخرة أكثر أهل النار أهل الألسنة، حصائد الألسنة. فاللي يريد يجي إلى زيارة الحسين وينال الفضل العالي ويحصل روحية الزيارة، خشوع الزيارة، يسكت يصمت من يخرج من داره إلى أن يأتي إلى الزيارة، لا يتكلم إلا بمقدار الضرورة. خلي يجرب ويشوف. هذا هم توجيه الإمام الصادق: إذا زرتم فالزموا الصمت إلا في خير. إلا في خير. إذا عبادة يكون ذكر، يكون نصيحة، يكون تداول مسألة علمية مثلا يكون. وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر فتصافحهم. إذن أكو صنفين من الملائكة: ملائكة مقيمة بالحائر لا تفارقه 24 ساعة هم هناك وطول الوقت هناك لا يفارقون، وملائكة حفظة في الليل والنهار يصعدون بأعمال العباد في النهار وتنزل مكانهم ملائكة لجمع وإحصاء أعمال العباد في الليل. فملائكة النهار في الليل يعرجون وملائكة الليل في النهار يعرجون. هذول غير الملائكة اللي مقيمين في الحائر، هذول مقيمين في الحائر. فملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر فتصافحهم. زين، يصير بيناتهم كلام؟ لا، بس مصافحة. لو يكشف الغطاء يشوف هذا فرد منظر مهول أصلا، ملائكة يصافح بعضهم بعضا فلا يجيبونها من شدة البكاء. هذول اللي مقيمين في الحائر، فينتظرونهم حتى يكفون عن البكاء، لا يكفون عن البكاء حتى تزول الشمس، يصير الظهر، وحتى ينور الفجر أو ينور الفجر، يعني بالنهار حتى تزول الشمس، الظهر وإلى المغرب حتى تذهب الشمس. هذول لا يكفون عن البكاء. وفي الليل هم هكذا حتى يطلع الفجر، ثم يكلمونه. بعد ذلك يكلمون. هاي حقائق غيبية الإمام جاي يكشف عنها. ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء، ما يحدث في السماء، لأن ذولا صاعدين نازلين يدرون. فأما ما بين هذين الوقتين فإنهم لا ينطقون، في غير هذا الوقت ما ينطقون. ولا يفترون عن البكاء والدعاء، هم بكاء وهم دعاء. ولا يشغلونهم في هذين الوقتين. زين، الإمام شرح هذه القضية لعبد الملك بن مقرن. قلت، هذا عبد الملك، جعلت فداك وما الذي يسألونهم عنه؟ ذول اللي يسألون شنو يسألون؟ وأيهم يسأل صاحبه؟ الحفظة هم الذين يسألون، ذول الملائكة اللي في الحائر يسألون. منو يسأل منو؟ قال: أهل الحائر يسألون الحفظة، لأن هذول ثابتين في مكانهم، ذول يصعدون ينزلون. لأن أهل الحائر من الملائكة لا يبرحون، يعني ما يفارقون مكانهم، والحفظة تنزل وتصعد. قلت: فما ترى يسألونهم عنه؟ لاحظوا هنا قضايا لولا بيان المعصوم ما كان أحد يدركها أصلا، هاي القضايا ولا تخطر في باله أصلا. فما ترى يسألونهم عنه؟ قال: إنهم يمرون إذا عرجوا من يصعدون فربما وافقوا النبي صلى الله عليه وآله، وعنده فاطمة والحسن والحسين
والأئمة من مضى منهم. من مضى منهم يعني صاحب الأمر مو موجود معهم لأنه في الأرض الآن. فيسألونهم عن أشياء، يسألوهم عن أشياء بعد، وعمن حضر منكم الحائر، يسألون عن الزوار اللي حضروا في الحائر، ويقولون النبي والأئمة يقولون بشروهم بدعائكم، أنهم من تروحون أنتم بشروهم بدعائكم. فتقول الحفظة، هو ارتباط بين الزوار وبين الملائكة ما موجود، شلون يبشروهم؟ فتقول الحفظة كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامنا؟ فيقولون لهم النبي والأئمة يقولون باركوا عليهم وادعوا لهم عنا فهي البشارة منا. يعني الملائكة الحفظة نيابة عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين يدعون عند قبر الحسين لمن حضر من زواره. أهل المعرفة يلتفتون إن شاء الله إلى هذا الموضوع. ليش رسول الله والأئمة ما يدعون؟ ليش يتخذون ملائكة نيابة يدعون؟ هاي البركة في المكان، هذا الأثر للمكان، لأن المكان مرقد الحسين، قبر الحسين محل الدعاء والإجابة، فلذلك يتخذونهم واسطة في هذا الدعاء. ثم يقول الإمام الصادق لكل الشيعة لكل المؤمنين ولو يعلموا ما في زيارته من الخير، مو الزيارة في البيوت، زيارته في الحائر، سياق الرواية هذا، ولو يعلموا ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك الناس لاقتتلوا على زيارته بالسيوف. يعني هذا اللي ما يحصل سيارة مثلا يجي، اللي ما يحصل طيارة، اللي ما يحصل فندق يسكن به، يقتتلون بالسيوف حتى يوصلون أنفسهم. ولباعوا أموالهم في إتيانه، حتى الفقير لا يقول اليوم ما عندي فلوس ما عندي إمكانية، بيع أموالك وتعال للزيارة. وأن فاطمة عليها السلام إذا نظرت إليهم إلى الزوار في الحائر ومعها 1000 نبي و1000 صديق و1000 شهيد ومن الكروبيين يعني الملائكة 1000 يسعدونها على البكاء، يعني هي تبكي وهالطيف الكبير من المقربين يساعدونها على البكاء. وإنها لتشهق شهقة فلا تبقى في السماوات ملك إلا بكي رحمة لصوتها. هذا عالم ملكوتها مو عالم ملك. واحد لا يتصور أن القضية شهقة شيء بسيط. بعدين هاي شهقة منه؟ هذه شهقة محور الوجود. وما تسكن يعني فاطمة حتى يأتيها النبي صلى الله عليه وآله فيقول يا بني قد أبكيت أهل السماوات وشغلتهم عن التسبيح والتقديس، فكفي حتى يقدسوا الله عز وجل، فإن الله بالغ أمره. ثم يقول الإمام الصادق وإنها لتنظر، يعني فاطمة سلام الله عليها، وإنها لتنظر إلى من حضر منكم، من حضر في الحائر في قبر الحسين، فتسأل الله لهم من كل خير، كل خير، جوامع خير الدنيا والآخرة تسألوا، فلا تزهدوا في إتيانه. لا تقول اليوم تعبان والطريق طويل. بعض الناس للأسف وهم في قربه يفوتون هذا الفضل والعطاء بالخمول والكسل والتأجيل والتسويف. فلا تزهدوا في إتيانه فإن الخير في إتيانه أكثر من أن يحصى. قد ما تريدون تجمعون وتحصون، لأن الإمام صلوات الله عليه هنا يشوف أن العقول ما تتحمل مقدار الخير اللي يقوله، لذلك اكتفى بالبيان العام أكثر من أن يحصى هذا الفضل والأجر. معلوم أن مثل هكذا أحاديث تكشف عن المقامات المعنوية للزائر والأجر الكثير. إيش قد ما يريد يفكر الإنسان إذا ارتبط بالحاكم الظالم يحصل من فوائد تصل إلى هذه الفوائد. أكو وجه للقياس والارتباط. ما تسوى الإنسان الموظف يترك وظيفته حتى لا يكون من أعوان الظلمة.
ويرتبط بالحسين ينال خير الدنيا والآخرة. هذا المنهج البديل اللي الإمام الصادق جعله في مقابل عزل الشيعة عن السلاطين. طبعا الروايات اللي واردة هنا روايات كثيرة، لكن الشيء اللي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان المؤمن أن الحضور عند قبر الحسين هذا إلى موضوعية، إلى أهمية. الحضور الجسدي ينال من الملائكة الخير الكثير، وكل من يدخل عند قبر الحسين يشعر بنفحات الملائكة. إذا شوية ينشغل بنفسه، ما ينشغل بالحديث أو ينشغل بالنظر إلى هذا أو النظر إلى ذاك والكلام مع هذا والكلام مع ذاك، يدخل بنفسه وقلبه إلى الزيارة، يحس لبسات الملائكة عليه ودعاء الملائكة له. الشيء الآخر في هذه الرواية هذه لأهل العلم لأهل الفضل، أن الحائر هذا اسم من أسماء قبر الحسين قبل حيران الماء حول قبره في زمان المتوكل. هاي الرواية عن الإمام الصادق، ويسمي مرقد الحسين بالحائر، وهذا له ثمرة فقهية في الفتاوى تنعكس أن مدار التخيير بالنسبة للمسافر شقد. يبدو من هاي الرواية أن اسم الحائر هذا من أسماء مرقد الحسين قبل جريان الماء على قبره في زمان المتوكل وحار الماء حول القبر قبل. وسبب تسميته بالحائر هذه تعود إلى وجوه مهمة ومعرفية الآن مو وقت بيانها، إن شاء الله يجي وقتها نبينها. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول أن الإمام الصادق سلام الله عليه وجه شيعته في زيارة الحسين، مو الزيارة من بعد. الزيارة من بعد زيارة وفيها أجرها وثوابها لمن لا يتمكن، ولكن الذي يتمكن من الحضور في الحائر الشريف هذا له مزايا وفضائل ومقامات ما يحصلها الزائر اللي جالس ببيته ويزوره. إذن لابد وأن المؤمن يلتصق بالحسين التصاق حتى جسدي، مو فقط روحي واعتقادي. هذا هو المنهج اللي الإمام صلوات الله عليه في هذا المحور بينه للشيعة وصنع هوية الشيعة والتشيع. الأمر الثاني، دعا الشيعة إلى إظهار الحزن وتعظيم ذكر الحسين صلى الله عليه وسلم.